ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ هعمل النهارده معاكم العيش الفلاحي. ده العيش الفلاحي بلدي. ده حوالي، يعني انا مش هعمل كتير، هعمل حاجة بسيطة بس. انا ما بعملش عيش كتير لما باجي اعمل، عشان العيش طبعا احنا في الصيف ولازم بعمل طري اول باول كده. كل مثلا كام يوم بعمل لي حوالي 10 رغيفة حاجة زي كده، عشان العيش لما في الصيف بينشف. فانا ما بكترش. دولت حوالي كيلو ونص دقيق يا حبايب قلبي. بحرت الدقيق زي ما حضراتكم شايفين. فتحت الملح كده، حطيت شويه ملح، فتحت كيس الملح. اهي الملح اللي انا حطيته مش كتير اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. الملح كده، حطيت الملح. حط الميه دلوقتي معاكم. طبعا الميه على حسب ما الدقيق بياخد بقى اهو. معايا الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اهو يا حبايبي، هعجن بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بالراحه كده. اللهم صل على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. العيش الطري يا حبايب قلبي الفلاحي اهو. احط كده لغايه ما الدقيق يروح معانا خالص. هنفضل نحط ميه. زي ما حضراتكم شايفين يا حبايب قلبي. اهم حاجه نعجن لغايه ما الدقيق كله يروح معانا اهو كده. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الخميره حطاها في معلقتين سكر ومدوباها بشويه ميه، حطاها جنبي. لما اخلص بقى توب الدقيق ده كله هنبتدي بالخميره نحطها اهو يا حبايبي اهو. توب شويه الدقيق دول كمان. الخميره بحطها لاخر يا حبايبي خالص. لما توه الدقيق خالص كله بحط الخميره اهو اهو يا حبايبي. كده الدقيق طبعا لغايه ما يروح كله معانا في الطبق. هنحط الخميره نبتدي بيها اهو يا حبايب قلبي. بالطريقه دي كده. اهم حاجه ان احنا نخلي الدقيق كله اهو بالطريقه دي. احنا مش هنحط ميه تاني، يعني هنحط خميره بقى. الخميره بتاعتنا دلوقتي نحطها هنضيف الخميره بتاعتنا نحطها دلوقتي معاكم. دلوقتي هنحطها على طول. بس ازود شويه دول بقى، شويه الدقيق اللي تحت دولت كده اهو. كده الدقيق كله راح معانا كده. نبتدي الخميره بقى نحطها. الخميره يا حبايبي ما شاء الله الخميره اختمرت معانا اهي ما شاء الله. مليت الكوبايه اهي، وانا اول ما عليتها خبطت. مليت الكوبايه يعني خمرت معانا واتفعلت معانا، وعرفنا الخميره بتاعتنا حلوه ونشطه. نحط بقى شويه شويه كده بالطريقه دي اهي اهي يا حبيب قلبي. العيش دوت هعمله صغير، مش هعمله كبير. اول ما ان شاء الله هاجي اخبزه هعمله شقه صغيره كده. مش بكبر انا العيش. ان شاء الله باذن الله لما اجي اخبزه هوريكم انا هعمله ازاي بالظبط، والعيش هيبقى عامل ازاي اول ما هيخمر. اهو يا حبيب قلبي. نحط بقيه الخميره دلوقتي. بس اهم حاجه ان احنا
ده نعجن كده بالطريقه دي كده اهو.